بات قائد منتخب المغرب رومان سيس المحترف في صفوف نادي الشباب السعودي يفكر في الاعتزال الدولي بعد خيبة الأمل التي تعرض لها إثر إقصاء أسود الأطلس أمام منتخب جنوب إفريقيا من الدور ثمن النهائي. وفي هذا الإطار وحسب مقرب من اللاعب رومان سيس رفض ذكر اسمه أكد فيها أن الأخير أخبر أحد زملائه داخل المنتخب المغربي برغبته في إعلان اعتزاله في الأيام المقبلة، لكنه لم يحسم الموضوع بشكل رسمي، وخصوصا أنه يملك علاقة طيبة مع مدرب المنتخب وليد الركراكي ويسعى لمواصلة العمل معه. وفي الوقت الذي شعر فيه المدافع السيس صاحب 33 سنة بحزن وأسى عميقين بعد المشاركة الأخيرة لمنتخب أسود الأطلس في نهائيات إفريقيا، فإنه سيحاول التواصل مع وكيل أعماله المغربي المهدي بن عطية من أجل التشاور معه في موضوع الاعتزال الدولي كي يركز فقط على مسيرته الكروية